بالنسبه للخط الامامي للزمالك الكره اتعملت بشكل كويس جدا استغلالا لعنصر المهاره الفرديه اللي موجوده عند نادي الزمالك. ادي شيكابالا اتحرك، ادي محمد ابراهيم، احمد حسن عفوا محمد ابراهيم مع بعض ثنائي ممتاز جدا. بدات من شيكابالا وراحت، كانت ممكن تبقى من اجمل الاهداف. نمشي بالكره، نمشي كمان، نمشي يعني بص كل لعيبه الاتحاد مضروبين بكوره ب1 2 ثنائي ممتاز جدا ما بين شيكابالا احمد حسن محمد ابراهيم فيها شغل جماعي. الكوره دي راحت لرزاق، كان ممكن يبقى هدف من اجمل الاهداف اللي لعبها نادي الزمالك كجمله تكتيكيه فيها فنيات عاليه جدا وفيها جماعيه. في بعض الاوقات يعني جماعيه دي بتبقى مفروضه او مطلوبه من نادي الزمالك. يمكن انا جبت لقطات الاسبوع اللي فات الكابتن بتاعت شيكابالا في ماتش الجونه، يعني حتى وضحت ازاي شيكابالا كان بيتعامل بشكل اناني جدا وفردي جدا مع احمد حسن في الملعب في ان هو ما ادالوش كوره عشان يجيب هدف او هدفين، وده شيء سلبي ويمكن انا ذكرته في بدايه الاستوديو. انا عايز معلش ارجع تحديد نادي الزمالك هنا في وضع صعب ان هي ازاي تتحرك. لو ناخد بالنا هتلاقي حركه شيكابالا بالكوره مجرد لمسه عمل تحرك للداخل، تحرك قطر اللي هو بيعمله، وبعدين شوف السويتش اللي اتعمل ما بين محمد ابراهيم وما بين احمد سمير. في سويتش رائع، يعني واحد اتقدم واحد اتاخر وبعدين اتعملت حاجه غير تقليديه من خلال الوان تو الجميله اتعملت، واتعملت حاجه ارقى بقى منها وهي ان الكره المفروض ان هي تتشاط. ده التفكير اللي هو الفكر الطبيعي او الفكر التقليدي او الفكر النمطي. انما بص حضرتك برضو هتبص تلاقي كره بتتلعب بالعرض. هنا هو الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصه هذا او هذه اللعبه بالتحديد هي التوفيق بس في انها تبقى هدف ترجم بهدف. نعم. طبعا احمد حسن رزاق والكره بتضيع في الدقيقه 79 وانتهى المباراه فوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء على الاتحاد في ختام هذا الاسبوع.